99 من الناس اللي بتسوق الموتوسيكلات ما تعرفش اجابه السؤال ده، وهو ايه هي اول حاجه انت اتعلمتها لما سوقت موتوسيكلات؟ مش دي ولا دي واكيد مش ده كمان، ولكن هي انك تلبس الخوذه، والاهم من كده انك تقفل قفل الخوذه صح. موضوع الاقفال ده مش جديد علينا، لانه بدا في القرن ال14 في روما، لانهم كانوا بيستخدموا الاقفال دي في الدروع بتاعتهم. ما اكيد يا عم رمزي احنا اتطورنا طبعا، والكلام ده كان في العصور القديمه يعني، بس دلوقتي في تكنولوجيا وبتاع. كلامك صح يا ابو الصحاب، لان في سنه 1979 في واحد اسمه ديك تريسي عمل حاجه اسمها السايد ريليز بوكل، وهو القفل ده. القفل ده بص صحاب هتلاقيه على اغلب الرياضات اللي بتستخدم الخوذ، بس استحاله هتلاقيه على خوذه موتوسيكل، وده لسبب هنعرفه بعدين. وبعدين في سنه 97 عملوا القفل ده عشان يستخدموه في الاحذيه بتاعه رياضه التزحلق على التلج، ومن بعدها الناس بدات تستخدمه في الخوذ. ومن 7 سنين فاتوا بالظبط ظهر احدث اختراع في عالم الاقفال، وهو يعتبر احدث واغلى قفل اللي شغال بالمغناطيس، وده بالمناسبه اللي عملته الشركه الالمانيه. ودلوقتي هوريك شويه اختبارات الناس عملوها عشان تثبتوا اهميه قفل الخوذه، وهل فعلا التطور دايما بينفعنا ولا لا. وعشان اعرفك مدى خطوره الموضوع ده، عايز اقول لك ان في سنه 2016 واحد عنده 24 سنه كان سايق الموتوسيكل بتاعه وتوفى بسبب ان الخوذه بتاعته ما كانتش مقفوله بالقفل كويس. وفي واحد من شهود العيان قالوا ان هو لو كان قافل الخوذه بتاعته بالدبل دي كان انقذ حياته. اول حاجه هنحتاجها في الاختبار دوت وهو كوريك، ودوت بيشيل اكتر من 2000 كيلو. جربوا اول واحد وهو السايد ريليز بوكل. Okay, still in frame. وده اتكسر على 5.82 نيوتن متر. وجربوا القفل الثاني وهو الراتشت باكل. It broke through the plexiglass. Oh shit. وده اتكسر على عزم دوران 9.81. جربوا القفل الثالث وهو الفيدلاك باكل. وده اتكسر على عزم 13.49. وبعد كده اقدم قفل في التاريخ وهو الدبل دي رينج. اتقطع عند عزم دوران 15.91. احلى حاجه في السيفتي ان هو بيحمي بتوع الموتوسيكلات من نفسهم، فما تستخفش ان هي حاجه صغيره قد كده، بس فعلا هتفرق وان هي ممكن تحمي حياتك. وبعد التجربه ديت اثبتوا ان الدبل دي، وهو زي ما قلت لكم قبل كده ان هو اقدم قفل في التاريخ دوت اجمد واحد فيكم، فبرضه مش شرط التطور دوت يكون بيحمينا، ممكن يعني مجرد شكل وبس. فلو عجبتك الحلقه دوس لايك وسبسكرايب، فلو ما عجبتكش دوس برضه. اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. كان معاكم رمزي ابو زيد، سلام.